الراجل شد دراع المريض مرة واحدة فرجع العظم مكانه والمريض سكت فورا. فجأة وصلت وكيلة المستشفى وصرخت فيه لأنه مش دكتور، ده عامل بس. لكنها لما كشفت لقت الإصابة فعلا اتصلحت، وهي ما تعرفش إنه أكبر معالج شرقي في العالم واللي كان سايب مهنته بعد خيانة تلميذه سميث اللي موت أبوه بالدواء المسموم. الراجل اشتغل عامل في مستشفى A، وفي يوم وصلت مريضة مهمة اسمها ماري وأبوها ملياردير بيستثمر 10 ملايين في المستشفى. الدكاترة الكبار كانوا بره، فالوكيلة اضطرت تعالجها وطلبت من الراجل يساعدها. كشفوا عليها وطلعت حالتها مرض نادر ما يعالجوش غير المعالج الشرقي رقم 1 اللي هو نفسه الراجل، بس محدش عارف. الراجل فهم حالتها وسكت، والملياردير هدد بسحب الاستثمار لو ماري ما خفتش. الوكيلة قررت تعالجها رغم انها متعلمة نص التقنية. الراجل حذرها ان اللي هتعمله في مشكله، لكنها طنشته. لحظة وعيشت ماري شوية، لكن الراجل قال انها هتسوق بعد دقيقة، وفعلا حالتها اتدهورت. الملياردير اتوسل للراجل يعالجها. فجأة دخل سميث اللي بقى مشهور باسم المعالج الشرقي الثاني وطلب استثمار 100 مليون مقابل علاج ماري. حاول يعالجها لكن فشل وحالتها بقت أسوأ، فالملياردير طرده. الوكيلة قالت إن ماري بتموت. الراجل قرب وطلع 3 إبر فضة وطبق تقنيته الحقيقية، وفي دقيقة واحدة رجع ماري للحياة. الكل مصدقش، مفيش غير شخص واحد في العالم يعرف يعمل كده. هل هو فعلا المعالج الشرقي رقم 1؟